السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أنا النهاردة ما عملتش معاكم تورتاية عشان خاطر لسه من يومين كنت عاملة تورتاية وصورتها معاكم في الفيديو. فطريقة الاسبونج هو اللي عملناه في الفيديو من يومين، عشان كده ما عملتوش تاني. والكريمة برضو الطريقة كانت هي عشان ما نعيدهاش تاني. هو اللي اختلف بس التزيين، والتزيين اللي احنا عملناه معاكم. صوص الشوكولاته وصوص الكراميل عملناهم معاكم. دي مش صوص كراميل، دي مربى حليب. عملنا مربى الحليب وعملنا الصوص الشوكولاته اللي هو اللي بيتعمل بالروزيتات، اللي هو بيبقى قوامه تقيل شويه. عشان طبعا الكيكه الاسفنجيه كانت هي فما صورتهاش، والتزيين برضو والكريم شانتيه عشان عملته معاكم برضو بنفس الخطوات فما صورتوش. صوص الشوكولاته يعني التزيين اللي على الوش ده كله انا عملته معاكم في الفيديو. هنشوف دلوقتي الطريقه. عملنا مربى الحليب ازاي وعملنا صوص الشوكولاته ازاي. هنعمل الاول صوص الشوكولاته اللي بيبقى قوامه تقيل بيتعمل منه روزيتات. انا عندي اول حاجه هنا دول معلقتين كريم شانتيه، ودول معلقتين كاكاو خام، عشان خاطر انا عايزه الشوكولاته بتاعتي تبقى سودة قوي، يعني مش عاوزاها بني. ونص كوبايه حليب او 100 جرام حليب، ومعلقه سكر ومعلقه زبده. حلو. و200 جرام شوكولاته دارك، تكون شوكولاته غام او شوكولاته من غير حليب، او اي نوع شوكولاته انت تفضليه تقدري ان انت تعملي بيه. هاجي هنا على البوتاجاز واحط الحله او الصينيه او الطاسه، اي حاجه تعملي فيها، وهنزل بنص كوبايه الحليب اللي هي 200 جرام اللي هي 100 جرام حليب، وهنزل عليهم معلقتين الكريمه، كريم شانتيه. هنا ممكن تستغني عن السكر لو الكريمه بتاعتك بسكر، او لو الشوكولاته بتاعتك بسكر. بس انا عشان جايبه الشوكولاته دارك ما فيهاش سكر خالص، فعشان كده، والكريمه طبعا خامه ما فيهاش سكر، فعشان كده حطيت معلقه سكر ومعلقه الزبده. هدوب طبعا الكلام ده كله مع بعضه. ممكن برضو تستغني عن الكاكاو لو انت عايزاها تكون بني، مش عاوزاها تكون غامقه قوي. بس انا عشان عايزه الجانش بتاعي يكون غامق قوي، عشان كده حطيت عليه معلقتين الكاكاو. لكن انت ممكن تستغني عنهم خالص. هبتدي ان اقلب دلوقتي الحليب مع السكر مع الكريم شانتيه مع الزبده، وهروح نازله عليه اول ما الحليب يسخن والزبده بتاعتي تسيح، هروح نازله عليه بمعلقتين الكاكاو، وهدوبهم برضو. هروح نازله عليهم بالشوكولاته يسخنوا مع بعض كده، واول ما الشوكولاته تبتدي تسخن مع الحليب اروح رافعاها من على النار على طول، واستمر في التقليب لحد ما الشوكولاته بتاعتي تدوب خالص. تمام كده. دينا ماشيين مع بعض خطوه بخطوه اهو. نزلت طبعا ب 200 جرام شوكولاته، او قالب الشوكولاته ممكن تجيبيه على بعضه بيبقى 200 جرام برضو. اول ما الشوكولاته بتاعتي احس ان هي خلاص هتبتدي ان هي تغلي على النار، يعني سخنت قوي هتوصل لمرحله الغليان، هروح رافعاها من على النار على طول. انا مش عايزه الشوكولاته بتاعتي تغلي ابدا، يعني انا عاوزاها بس ان هي تسخن، يعني مسافه بس ما الشوكولاته تسخن وتدوب معاكي ارفعاها من على النار على طول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صوص الشوكولاته انا اخدت منه، عملت الشوكولاته السايحه اللي زينت بيها التورتيه من فوق في المربعات اللي هي الشوكولاته السايحه، والشوكولاته اللي معموله بالروزيتات برضو من نفس الصوص انا اخدت حبه وسيحتهم على حمام بخار بعد ما بردت وزينت بيها. والتانية سبتها في التلاجة بعد ما بردت خالص، دخلتها التلاجة لحد ما مسكت نفسها، وعملت بقى روزيتات معاكم اللي انتوا شفتوها في الفيديو في اول الفيديو على التورتيه من فوق. بس انا عشان ما حبيتش ان اطول عليكم الفيديو، ولسه من يومين كنت عامله تورتيه برضو منزلاها، فقلت ايه النهارده هصور معاكم مربى الحليب والجناش بتاع الشوكولاته، عشان ايه يعني حبه حبه كده نعرف الخطوات اللي بتتعمل في المحلات الكبيره بره للتورت وكده. حبه حبه كده نعرفها مع بعض، عشان ايه نوفر على نفسنا ونعمل كل حاجتنا في البيت. هنا كان صوص الشوكولاته خلص، هسيبه ان هو يبرد خالص، وهجيب حله تانية هنزل فيها بكوبايه سكر حبيبات، السكر اللي هو العادي السكر بتاعك. هنزل بكوبايه سكر ومش هسيبه يتكرمل ولا اي حاجه، هروح نازله عليه بكوبايتين حليب، يعني نص لتر حليب. تمام كده. وهدوبهم مع بعض. يعني التورتايه اللي في اول الفيديو دي انا عملتها وزينتها بالصوصين اللي انا عملتهم معاكم دلوقتي في الفيديو.
بعد ما حطيت السكر على الحليب حطيت عليهم معلقه كربوناتو او بيكنج باودر، الاتنين تمام، وذره ملح. الكربونات والملح هنا يعملوا ايه معايا؟ مش هيخلوا السكر مع الحليب يعملوا تكتلات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هبتدي دلوقتي ان انا ادوب في الحليب والسكر مع بعض، وكل ما الحليب يعمل رغاوي معايا هروح شايله الرغاوي دي رمياها، كل ما الحليب يطلع رغاوي معايا هروح شايله الرغاوي دي رمياها زي ما انتم شايفين كده. الحليب هيبتدي يصفر معايا واحده 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 لحد ما يوصل للون الكراميل. انا حطيت كوبايتين الحليب أهو. اول ما يوصل بالشكل دوت كده، انا كوبايتين الحليب سبت منهم نص كوبايه في الاول اللي حطيتهم، نص كوبايه دي دوبت فيهم كيس لبن بودره على معلقه نشا واحده بس عشان النشا تربط معايا. كيس لبن بودره، لبن البودره هنا بيخلي طعم مربة الحليب بتاعتي تكون غنيه وطعمها لذيذ، فجربيها هتحبيها قوي. احطها كده وهبتدي برضو ان انا اقلب فيها عشان ما يعملش معايا اي تكتلات، واخر حاجه حطيتها معلقه زبده برضو عشان يبقى طعمه احلى معايا. هبتدي ان انا اقلب فيها، واول ما يبتدي ان هو يغلي ويفور كده ويبتدي يعمل فقاعات بالطريقه دي، هعرف ان هو كده خلص وهطفي عليه. هسيبه برضه، هصبه في طبق وهسيبه ان هو يبرد خالص، وهدخله التلاجة يمسك نفسه قبل ما ازين بيه. تمام كده، يعني هو كده كان خلاص خلص معايا. طفيت عليه وبقلب فيه عشان ايه ما يكتلش معايا، من هو اصلا كده كده مش هيكتل. اهو بالشكل ده كده. اول ما يبتدي يعمل معايا كده اروح طافيه عليه وسايباه ان هو يبرد خالص وادخله التلاجة، واول ما يبرد يمسك نفسه هعبيه في اكياس، كيس الحلواني، وهبتدي ان انا ازين بيه بروزيتات زي ما انتم شفتوها كده في بدايه الفيديو على التورتايه. ودي كده كان صوصين النهارده عملناهم معاكم، مهمين جدا واساسيين في التورتات بتاعتك. جربيهم ويراك في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.